بالله ينام عن الصلاة، تكمل 5 سنين 8 سنين ما صلى الفجر. يا أخي تدرون يا شباب ترك صلاة الفجر أعظم من الزنا بالمحارم، أعظم من الزنا بالمحارم. يعني لو يموت واحد صبيحة اليوم الساعة 8 الصباح 9 الصباح وهو متعمد لترك صلاة الفجر، في خلاف بين أهل العلم هل يغسل أو يكفر ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين أو لا. إذا كان ابن عثيمين رحمه الله وابن باز رحمه الله يعني وهم منهم متضلعان في العلم، أئمة من أئمة السلف وأئمة الهدى والدين، هم اللي في زماننا عايشناهم، ويستحيل أن يتكلموا بدون دليل. يقول لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. يا أخي ماذا بقي لدين العبد؟ تصدقون الزاني كرمكم الله بأخته مع أنها جريمة لو مات وهو مصلي يغسل ويكفر ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله ترك الصلاة أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله قتلها بغير حق. النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. لو واحد الآن قاتل 2 3 4 5 جريمة أهون من ترك الصلاة.